عمري ما شفت مركب غريبة بالشكل ده، سرعتها خرافية لدرجة إنها وهي ماشية بتنحت تماثيل من غير قصد. خوفت شجرة الأم جدا، فقامت بسرعة شايلة ابنها وجريت. في اليوم ده البطة الأم اتهاجمت، والبيض اللي واقع طلع له جناحات ونزل بهدوء، لكن وقع على مركب الصياد. بطة صغيرة خرجت من البيضة، وبدل ما تتخض بدأت ترقص وتقلع القشرة كأنها بتعمل عرض. ولما خلصت نطت في المية. الكلب الصياد ضرب نار، لكن البندقية اتعلقت. البطة استغلت الفرصة وحفرت فتحة في قاع المركب. الكلب العجوز سدها بسرعة، لكن المية طلعت من ودانه. الكلب الكبير حاول يساعده ومفيش فايدة لحد ما شدوا الصمام. أول ما البطة استفزتهم الكلب ضرب نار، لكن هي مسكت ماسورة البندقية. الكلب العجوز اتصدم ومبقاش عارف يعمل ايه. البطة الصغيرة مسكت المركب وخبطت فيه كتير قبل ما تهرب في المية. الكلب شغل التربو وطاردها، فالنهر اتشق نصين وجزء من الأرض غرق. خبطوا في بعض التلاتة وتحولوا شبه ورق. البطة فوقت وجريت على الشجر. الكلب الكبير طلع فأس عشان يقطعها، لكن الكلب العجوز ظهر. البطة استخبت في فتحة، ولما الكلب مد ايده كانت مجهزة له مفاجأة. الكلب مرضاش يسيبها وطلع البندقية، بس البطة عملت وش بايخ خلاه يتشل من الضحك. اتنرفز واخد بندقية العجوز، لكن اتعلقت تاني. وبعد لحظات لما كانوا هيهجموا البطة وقفت فجأة. طلع إن الموسم ده ممنوع فيه صيد البط، والمفاجأة إن البط البري بدأ يرقص حوالين الكلاب الصيادة.